السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير حبايبي في كل مكان. معايا النهاردة الأستاذة جيهان رضوان، قناة جيجي رضوان من اسكندرية. هي جاية مطروح النهاردة بتغطي الأحداث اللي هنا اللي هي الأعمال التطوير والكلام ده، وأنا اديني نشوف. هي بصراحة من أفضل القنوات اللي أنت ممكن تتابعها، وصادقة ومعلومة مظبوطة عن اسكندرية وعن أي مكان بتقدمه من زمان، وهي معانا. وانتوا بقى اكيد شفتوا الفيديو بتاعها قبل كده عندي على القناه. هنصب عليها كده. صباح الخير، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ منوره الدنيا كلها. منوره باهلها والناس. انت منوره الدنيا كلها. القناه بتاعتك جيجي رضوان اسكندريه الان. اسكندريه الان، وعلى الفيسبوك اسكندريه الان، وهيلاقوا صورتي يعني نفس الله يديك الصحه ربنا يبارك في عمرك. منوره الدنيا كلها. انت بتسمعي كتير ان عن عمليه التطوير في مطروح وكل واحد بيفتي راي، فانت قلت لي انا هاجي بنفسي. انا بنفسي لان انا بحب مطروح جدا جدا. 7 سنين بنيجي صيف في مطروح، فقلت اجي اشوف التطورات. بصراحه ما شاء الله الكورنيش هيروح في حته ثانيه خالص ان شاء الله. ما شاء الله. يعني مطروح مش هتبقى صيف بس، عشان الناس اللي بتسال تقول احنا بنشتغل 3 شهور الصيف. لا، مطروح هتبقى عالميه، هتبقى صيف شتاء، سياحه داخليه، سياحه خارجيه، استثمار للشباب، لرجال الاعمال، كل حاجه ما شاء الله. تفتح مجالات يعني كبيره، جميله وكبيره جدا. لان زي ما انت قلت في فيديوهاتك كورنيش مطروح مظلوم. كورنيش مطروح مظلوم الصراحه. يعني الكافيتريات، الكورنيش، البحر يعني كان مهمل مش سايب على مدار السنين. فاحنا لما جينا نطور دي حاجه جميله، حاجه جميله جدا. وهنشوف، احنا نصبر. بص، اي تطوير في اوله انا شايفه تكسير وهدم وفحت وردم، كل ده بيصعب عليا. لكن اصبروا صبرا، يعني صبرا هتشوفوا حاجه جميله بجد، هتفرحوا بيها وهتفتخروا بيها. والله انا بقول كده للناس، بس الناس كتير بيهاجم بيقول لا ده خدوا البحر، خدوا الرمله، خدوا الكورنيش، خدوا الكلام ده. بص يعني هي مساحه الرمله يعني ما شاء الله. بحر مطروح، كورنيش مطروح يا جماعه غير كورنيش اسكندريه. الكورنيش هنا بصوا بانيين على الشاطئ، بس بصوا المباني فين؟ كتير صحيح. الشاطئ الرملي هيظل رملي، في مباني، ولكن الشاطئ الرملي هيظل شاطئ رملي. الاجزاء اللي ما فيهاش شواطئ رمليه هي دي اللي اتعمل تقريبا فيها الاجزاء. ده كلام صحيح 100%. ده كلام صريح، كلام. رومل بقى ده اللي هيبقى بجد عالمي، هيبقى من اجمل الكباري والممشى السياحي، بالاضافه لانه كوبري. بس يعني رائع، هيبقى رائع. انت رحت شفتيه؟ هيوسعوه عشان الفيروز، عشان الميه اللي داخله فيروز. ما انتوا بتشتكوا الفيروز والنخيل، الميه راكده وقاعده وما اعرفش ايه. ايوه. الكوبري هيبقى علوي، هيتفتح، هيعمل بقى مجرى، هيبقى بحر عادي. ده صحيح، ده صحيح. غير بقى التمشيه يا جماعه، انتوا بتقولوا ممشى مش لينا. الممشى لمين؟ يعني انا هتمشى، حد هيمنعني؟ ممشى بالعكس، انت هتتمشى في مكان سياحي راقي محترم، هيبقى رائع ان شاء الله. وفي حاجه ثانيه، الناس بتيجي تدفع فلوس والدنيا مكسره. طب ما بتدفع فلوس وتدفعها في مكان، خد خدمه بقى. هشوف حاجه جميله، خدمه جميله بجد والله العظيم. مطروح يعني هتبقى حاجه اروع واروع. هي روعه وجميله، وطبعا المصريين كلهم بيعشقوا مطروح، بس هتبقى اجمل. هو اجمل حاجه في قناتك يا استاذه جيهان، انت ما بتنقليش على سمع الناس، ما بتنقليش معلومه من سمع الناس اللي عامله زي اخده يومين عشان اجي اشوف بعيني، عشان تيجي تشوف الدنيا. عشان كمان بعد التصوير نقارن ونشوف قبل بقى ولا بعد. والفيديوهات موجوده، والفيديوهات كنت خير ودليل، وانت صورتيها بنفسك وشفتيها. انت منور الدنيا كلها، وبجد من اصدق القنوات اللي في اسكندريه واللي انا بتابعها باستمرار، ومن غير المتابعه اصلا. انت اخت ليا وانت عارفه. اكيد والله. سنين يعني اخ، يعني سنين بتتعاملي معايا، واي حاجه في اسكندريه واحد يخصك انت بس قولوا لي يا ابو حنين، ومالكيش دعوه باي حاجه، وانت منور الدنيا كلها ست الكل. نورتنا يا استاذ جيهان، الله يسعدك. طبعا ده شط لاجون اسمه جويلي، فندق جويلي. ايوه، الخاص بتاعهم، وده العام بتاع اللي هو الناس كلها اللي بفلوس بالظبط. لا ده كان بتاعت جويلي برضه، خاص بجويلي برضه. كان جويلي، كان تذكره. الليدو قدام الناحيه الثانيه، ما دي فريسكا، دي كافيتيريا فريسكا. وشوفي يعني ده من ضمن الكلام، يعني التطوير شغال والكافيتيريا شغاله موجوده، ما شالوهاش. الحاجه اللي مش محتاجين يشيلوها دلوقتي. بالظبط. الشواطئ عندنا سابوا برضه سيبش لحد اخر لحظه. وبعدين يا جماعه، طبيعه اسكندريه غير طبيعه مطروح. صحيح. يعني اسكندريه تاكل، نهر، ارتفاع بحر. اسكندريه مصنفه من ضمن المدن اللي هتغرق. مطروح ربنا يحميها لاهلها، واسكندريه يا رب يحمي، يا رب ويحمي مصر كلها، يا رب ويحمي بلاد المسلمين جميعا. نورتنا يا ست الناس، ويا رب اجازه سعيده، وتكوني فعلا نقلت الصوره مظبوطه لاهل اسكندريه. صباح الفل، على خير ان شاء الله. الاستاذه جيهان بتقول لي انت لابس كده ليه؟ مش عارف انا اقول لها انت اللي لابسه كده ليه ولا انا اللي لابس كده ليه. طبعا هي اسكندرانيه، فالاسكندرانيه المفروض ان انا اللي شفته عندهم، يعني انا لابس كل هدوم وهم لابسين مفيش. طبعا الجو احنا في قلب الشتاء، احنا في شهر 1 2025،
ومع ذلك الجو ما شاء الله. واول امبارح كان عندنا سيول، وامبارح كان عندنا مطره العصريه وانا كنت في الميه امبارح. النهارده الاستوديو بصراحه من مصداقيه قناتها انها بتنقل الصوره حيه. فانا هاخد لكم الشويه دول اللي هو الكورنيش ده على وضعه اللي انتوا شايفينه قدام عينيكم، بحيث ان انتوا تبقوا فاهمين البلد ماشيه ازاي، او اعمال التطوير واصله لايه، وشغالين ازاي على قدم وساق. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، ده بامب وده بامب، المسافه ما بينهم 150 متر. يعني اقصد اقول لك ان هم شغالين بطاقه كبيره جدا، طاقه معماريه جامده، عشان ان شاء الله يخلصوا على اول الصيف. نامل ان هم يخلصوا اول الصيف، والكلام بيقولوا في مايو، واللي بيقول في اسمه ايه ده يوليو. فاحنا مش عارفين بالظبط. الفكره ان هم بس فعلا يخلصوا في مايو او يوليو، في الميعاد بتاعهم ده يخلصوا ونبدا نشتغل حرفيا. التطوير مهم جدا واحنا كنا محتاجينه. في نقطه هوضحها لكم بس. الناس اللي بتقول لي الشواطئ الرمليه اتاخدت، لا ده مش حقيقه. اللي اخدوها الشواطئ الصخريه. يعني تعالى بس نتكلم دقيقتين اهو. انا هنا في فتح الله، وانا هنا عند هاب مطروح عند مطعم مشاوينا. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. بصوا يا جماعه، ده بصوا يا جماعه، ده مكان التطوير عند فتح الله. ده اللسان، دي السنه. اللي حاصل الان ان هم بياخدوا الكورنيش ده مثلا وبيعملوا عليه كافيتريات. طيب حد فيكم قبل كده نزل الكورنيش ده؟ ما حصلش. ما فيش حد نهائيا نزل الكورنيش ده، لان الكورنيش ده دائما وابدا هو خرساني اصلا. الشواطئ الخرسانيه اللي ما فيهاش نزول عملوا فيها كافيتريات. اما الشواطئ الرمليه هتفضل زي ما هي. شاطئ الهنا ومبارك زي ما هم، شاطئ العوام الليدو زي ما هم. عملوا فيه كافيتريين 3، وشاطئ الليدو نفسه رملي، بس هو طول عمره الليدو اصلا فندق بتاع السلام الجيش وبتاع الجويلي وبتاع الحاجات الخاصه، تمام. والعام بتاعه ما فيهوش الكافيتيريا اللي كانت موجوده، بس موجوده كان الشاطئ الرملي هو ما اتشالش. شئت بقى ام ابيت، انت متشائم انت متفائل، انا نفسي اتفائل. والنبي عليه الصلاه والسلام قال تفائلوا بالخير تجدوه. اتفائل يا سيدي، اتفائل لبلدك انها بتعمل انجاز. اللي انت شايفه قدامك ده فلوس كتير جدا. مش تبقى لنا، مش للمصريين، امال هتبقى لمين؟ ستظل مطروح رغم انف الحاقدين والى يوم الدين ارخص واجمل مصيف في مصر. والله العظيم انت شئت ام ابيت هي كده. دخلوا فيها تطوير عشان السياحه وعشان اللي بره، ما شيء طبيعي يا جماعه. احنا كورنيشنا كان مظلوم جدا، يعني الكورنيش مظلوم جدا. السنه اللي فاتت اللي جه منكم مطروح كان مبسوط؟ انتوا كنتوا مبسوطين مبسيط باللي حصل السنه اللي فاتت في مطروح؟ محدش فينا كان مبسوط السنه اللي فاتت ابدا في مطروح، وضع مطروح. يا رب دايما تكونوا انتوا بس معايا، بتنقلوا معايا الصوره زي ما انا بنقلها. انا ليه بنقل الصوره دايما حيه وحقيقيه؟ عشان بس كتر القيل والقال. كتير جدا بيقعد يقول لا ده ما فيش. يعني مثلا على سبيل المثال، اقسم بالله الذي خلق السماوات والارض، امبارح وانا عامل اللايف دخل احد الاخوه من سينا جزاه الله خير، قال لي انا شايف حد على اليوتيوب دلوقتي من مطروح بيقول ما فيش مطر في مطروح وانا عامل لايف. قلت له طب والله يا اخي انا عامل لايف، انت بقى تقدر ترد عليه، عشان خاطر احنا ما بنحبش القنوات الكاذبه. وحتى لو انا مش في مطروح وانا بره مطروح بنقل الصوره وبفتح فيديوهات للوضع العام للبلد. صباح الجمال من مطروح، كان يوم جميل جدا. صباح الفل.